ده بيزنس اونر ودول الشارك تانكس، والاثنين مالهمش علاقه ببعض، لان البه لسه ما طورش نفسه في الانجليش وعمره ما هيتقدم خطوه ويبقى زيهم، وده واحد شغال في الماركت مفكر انه بالكام كلمه اللي هو حافظهم هيطور نفسه ويعمل فلوس. خد يا عم، دي مجموعه بيزنس انجليش هتحتاجهم كده كده في البيزنس، عباره عن 7 كتب فيهم كل الجمل والمصطلحات اللي محتاجها في البيزنس. اول كتاب ده الرئيسي فيه مواضيع كتير مختلفه زي ازاي تتعامل مع الميل وازاي تتفاوض وازاي اصلا تتعامل في الانترفيو، ومواضيع تانية كتير هتطورك في الانجليش بسرعه كبيره جدا. وده حاجه حلوه قوي مع الكتاب، كتاب البلان اللي مقسم لك كل يوم محتاج تتعلم ايه ومنظم معاك كل حاجه على مدار 90 يوم بس. وكتاب بي دي اف بيخلي الاي اي يكتب لك ايميلات بروفيشنال وازاي تمارس السبيكنج مع الاي اي وتاخد منه اقوى نتيجه. ده غير كتاب محادثات البيزنس في الماركتنج والذكاء الاصطناعي ومواضيع مهمه جدا، وكتاب مهم قوي لو انت مسافر وعاوز تتعلم جمل بالانجلش هتفرق معاك جدا في وقت قصير. والاخير بقى كتاب كله عربي بيعلمك ازاي تفكر بالانجلش، والاحلى ان كل الماتيريالز دي متسجله تقدر تسمعها وتمارسها في نفس الوقت. فبجد ما ينفعش تكون صاحب بيزنس ومش معاك المجموعه دي. تقدر دلوقتي تعمل اوردر من 8020 لان عليهم اوفر حلو قوي.